السلام عليكم وتحية للجميع. أزولي مرة سويت مدايثما، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. بحال اللي كتشوفوا معايا الأستاذ فؤاد. السلام عليكم. أزولي مرة دوام. نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا القصير حول المسودة الأخيرة اللي كتعتزم الحكومة أن تدخلها حيث تنفيذ في الأشهر القادمة إن شاء الله. نعم، فحال قال فؤاد هو أنه يعني كتعرفوا كاملين البارح خرجت المسودة، وبزاف ديال الناس كيسولونا يعني شنو جا في هذه المسودة. غير فقط للإشارة أنها عبارة عن مسودة، يعني هذا بحال اللي كنقولوا دفتر الوسخ باقي ماشي دخل حيز التنفيذ، بمعنى قابل للتغيير. واصلا فتحوا واحد المده كتسالى نهار 10 في شهر 9 اللي بغى يعمل ابورتاسيونيس، يعني اي واحد، يعني نقولوا بحال النقابات ديال المحاميين يقدروا الجمعيات حقوق المهاجرين اكزاكتامنتي باش كانوا يقوموا بتضييفات او بتعديلات او ملاحظات حول هذه المسوده هذه. مالي هذه باش تعرفوا بلي انه يقدروا يعملوا تغييرات. وهذه ملي كنقولوا حنايا كنفكروا بلي انه هذا الشيء فتحوه حتى شهر 10، يعني 10 في شهر 9، يعني عندنا نقدروا نديروا هاد ابورتاسيونيس. هنايا كنشيروا انه يقدر يكون هاد المسوده وهاد التعديلات في القانون ديال الهجره، هو انه في نفس الوقت غيكون نوعا ما هو التسويه اللي كيهضروا عليها واجلوها لشهر 9. يعني هذا فقط واحد الملاحظه. بالنسبه للمسوده هي عباره عن 3 ديال المفاتيح هضرت عليهم وزيره ديال الهجره والضمان الاجتماعي إلما سعيد. كتقول فيهم بلي انه هاد المفاتيح مكونين من واحد الشق ديال الاسره، العمل والتكوين. هادو 3 ديال المفاتيح اللي هما اساسيين ركزوا عليهم باش يحميوهم وباش يحصنوا خصوصا حقوق ديال المهاجرين من مجموعه من التجاوزات. مالي هنايا بغينا نركزوا انه بالنسبه للتكوين دابا عوض ما كاين ارايغو بارا لا فورماسيون، كاين الاسم ديالو ارايغو سوسيو فورماتيفو اللي فيها تعديلات صراحه. شوف راه 292 صفحه، يعني ما يمكنش حنايا هادشي غادي نقراوه في يومين، وانما خصنا وقت طويل باش نهضموا داكشي ونقدروا نوصلوكم فكره اساسيه، واصلا انه باقي يقدروا يديروا فيه مجموعه من التعديلات. غير كان بغيت نقول لكم بلي هذه النقطه ملي كنا كنقراو يعني هذا يعني ارايغو سوسيو فورماتيف وانا وفؤاد شفنا بلي انه للاسف الشديد صعبوه، ولكن غادي ينفع الناس اللي كيقراو. يقدر يكون في فيديو اخر نركز على هذه النقطه ونشرحها لكم ونقول لكم شنو هما الشروط. كاين بالنسبه للارايغو سوسيال فيه شقين، فيه واحد الشق ديال سوسيو لابورال وارايغو سوسيال. سوسيو لابورال هو غادي ينفع الناس اللي عندهم كونطرا لي ترافاخو والطلب هنايا ديال عامين ديال مده الاقامه. وبالنسبه للبري كونتراتو الرايغو سوسيال حدوه في اطار العائله، يعني الزوج الزوجه والابناء. ومني غادي نجيو نهضروا على ترافاخو كاين بلي انه هذه نقطه مزيونه بزاف وايجابيه بالنسبه للناس ديال اسيلو. عرفنا بلي انه ديك سنتينسيا للاسف يعني خرجت على بزاف ديال الناس. جات هاد الريغو ديال سيغوندا اوبورتونيداد باش انهم تمنحهم فعلا واحد الفرصه ثانيه باش يقدروا يسويو الوضعيه ديالهم. هادو كاملين خصنا فيديو خاص لكل شق وكل تغيير وكل تعديل باش نقدروا نوصلوا لكم شنو هما الشروط والمعنى، ولكن غنحاولوا نقتصروا باش انكم تاخذوا الفكره عامه. وكذلك كاين مجموعه من التغييرات في اطار ديال مينوريس اكومبانيادوس، تغيرات هنايا سواء في المده ديال الاقامه وكذلك في النوع ديال الترخيصه اللي غادي تعطى لهم. كذلك هذا ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد الفيديو اخر. بالنسبه كذلك للطلبه، يعني كان تسهيلات بزاف. دابا الطلبه يعني غيكون عندهم واحد الامتياز انهم يقدروا الى جانب انهم يقدروا يعملوا واحد، يعني يكون عندهم الحق في العمل لواحد المده معينه، انهم من بعد دابا ما تبقاش تعطى لهم كل عام، يعني رخصه الاقامه ما تبقاش تعطى لهم كل سنه. يعني ولا كان عندهم مثلا واحد الموديل فيه 4 سنين مثلا، الطلبه الجامعيين اللي كيديروا السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تعطى لهم مباشره يعني رخصه الاقامه لمده 4 سنين، لمده اللي كتدوم يدوم الموديل يعني ديال 4 سنين.
وموراها يعني ولا كان الطالب يعني عنده اهتمام انه باغي مثلا يجلس مثلا في اسبانيا وباغي يستمر في اسبانيا، كتعطى له مباشره الاقامه برخصه العمل. برخصة العمل اكزاكتامنتي، اللي يقدروا يعني ارايفو سوسيو فورماتيفو، يعني يقدروا يخدموا حتى 20 ساعه بموازاه مع الدراسه. يعني هذه ايجابيه بطبيعه الحال، ولكن هذه النقطه غادي تنفع اكثر الناس اللي غادي يكون عندهم يعني تكوين كيقراو، خصوصا الناس اللي كيعملوا سيكلوس. حنايا كنعرفوا انه حنايا كنكتب في الناس اللي كنعملوا لهم تراميتاسيون هما كيعملوا سيكلوس، وخصوصا اللي عندهم من 16 الفوق، يعني ما كيلقاوش صعوبه. الناس ديال الجامعه كذلك. دونك هنايا واحد الجانب مهم بالنسبه للناس اللي عندهم يعني مستوى دراسي، ولكن في نفس الوقت الناس اللي ما عندهمش مستوى دراسي، هنايا كنهضروا على اسبانيا مثلا، ما عندهمش اللغه، مستوى دراسي في اللغه، غادي يلقاو صعوبه لان دخلوا واحد المساله ديال الانفورمي. بحال اللي قلت لكم، هذا واحد الفيديو اللي خصني نطرح فيه ونركزوا ونهضروا على هذه المساله فيما يتعلق ديال اريفو سوسيو فورماتيفو. هادشي اللي كان اخوان والاخوات، هذا فقط فيديو باش نقول لكم باختصار بصفه عامه شنو كاين، وان شاء الله غادي يجيو فيديوهات صغار باش نهضروا على كل هذا هو اللي اساسي كما قالت وفاء في الكلام ديالها. يعني ان اللي اساسي هو ان احنا ما باغيينش مثلا نتسرعوا اننا نلقيو عليكم اخبار ساره او اخبار غير سارة متشائمه ولا غير ساره، ولكن بغينا بالاساس اننا نوصلوا لكم بان هذا المشروع، هذا مشروع قانون اللي حسب الناطق الرسميه ديال الحكومه في الهجره والضمان الاجتماعي انها باغا تزيد تحسن وتدافع وتحمي المهاجرين من الاستغلال والابتزاز والاخر، يعني كذلك سواء القصيرين سواء او من الغش، كذلك العمال اللي كيجيو باسم العمال الموسميين او باسم النساء اللي كيتمارس عليهم العنف الجنسي الى اخره، وكذلك القصيرين او تراتا دي سيريس اومانوس. يعني دائما هذا هو اللي الخلفيه اللي كتقول الحكومه انها جايه ديرها، ولكن ما نساوش بان هذا كذلك قانون فيه مجموعه ديال التراباس، فيه مجموعه ديال الترامباس ولا ديال العوائق اللي كتعرفوها كاملين كمهاجرين، واللي اساسا ان يعني خصها يكون يعني يجب اخذها بعين الاعتبار، وما يمكنلاش اننا نتجاوزوها ولا ما يمكنناش نهضروا عليها بسرعه ونقولها بان سهله ولا نقدو نديروها بهدغيه ولا لا. وفاء فعلا متفق معك فؤاد، وصافي هادشي اللي كاين الاخوان والاخوات. ان شاء الله حتى فيديو مقبل حاولوا تشاركوا هذا الفيديو، ديروا متابعه الا بغيتوا ولا مهتمين باش انكم تعرفوا شنو هما هاد التعديلات. تحياتي، بسلام عليكم. بسلام عليكم. ايوزك النيو مره. ايوزك النيو.